هم صحيح ليه سموه شجرة الدر؟ وايه المشكلة؟ تبقى شجرة الدرة. ايه القلش ده؟ انا حاسه ان انا جايبه طقم حلل. يلا بينا نجرب مطعم شجرة الدر، من المطاعم اللي كان عليها بروباجندا جامده جدا الفتره اللي فاتت واتشهرت بسرعه. وفي راجل محترم كده على الصفحه بتاعت شجرة الدر يقول لك ايه، الاكل رساله. فالنهارده هنشوف مع بعض الاكل من شجرة الدر، هل هو فعلا رساله؟ يلا بينا. الكيس ده يا جماعه كله مليان عيش بصراحه، فعيش بكميه كبيره يعني. تعالوا بقى ايه نفتح مع بعض البوكس العظيم ده. انا ما كنتش متوقعه ان هو يجيلي في بوكس كده كبير قوي. الريحه هلت عليا. يا روايح الزمن الجميل هافي وخدينا للماضي وساحره الخافي. ده كل اللي في البوكس. طلبت لكم اصناف كتيره جدا عشان نقدر نقيم المطعم بمزاج. هو الاكل محطوط في علب بصراحه وتغليف جامد وشغل. شكل الاكل رساله باين عليه ولا ايه؟ اما كنت تكملي الجمله للاخر ما تقوليهاش. اول حاجه حابه ابدا بيها هي مشكل المحاشي والملوخيه، عشان نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده يعني ايه. دول ابسط حاجتين ممكن تجيبهم من عند اي مطعم. الاسعار: مشكل المحاشي 88، الملوخيه الساده ب 72. تعالوا ندوق الملوخيه بسم الله الرحمن الرحيم. ملوخيه لذيذه، طعم الخضار جامد قوي فيها، يعني طعمها ملوخيه خضراء قوي. يمكن طعم التقليه مش مغطي قوي على طعم الملوخيه، بس قوامها حلو وطعمها لذيذ يعني. طيب ده مشكل محاشي فيه 3 صوابع بتنجان ابيض، صباع بتنجان اسود، و2 فلفل، 1 كوسه، وشويه من محشي الكرنب. تعالوا ندوق البتنجان بسم الله. مميز المحشي ده، حلو. ليه قلت عليه مميز؟ لانه احمر قوي من جوه، اكتر محشي شفته في حياتي احمر. الرز مش معجن، طعم التتبيله مصروف عليها في التوابل. يعني دايما تحس ان بتوع المطاعم كده ايه، ما بيحبوش يفرطوا ايديهم في تتبيله المحشي، اللي هو الفلفل والكمون وخضره المحشي والكلام ده، فيطلع معاهم الطعم اضعف حاجه. ده الطعم اقوى حاجه، عجبني. تعالوا ندوق الكرنب بسم الله. لذيذ، لا حلو صراحه، احلى من الملوخيه. يعني هو بيقول لك لازم نحترم العميل، ولازم نقدر انه بياكل عندنا، النظافه اهم حاجه، الجوده اهم حاجه. ده اللي جايين بقى النهارده نشوف هو موجود ولا مش موجود. بس مع كل ده لازم ننفخ العميل في الفلوس طبعا. اللي بعد، بما ان هو مطعم في الاساس مشاوي، فاحنا لازم نجرب المشاوي. طلبت حاجه اسمها طلب مشاوي مشكل خاص. ده بيبقى فيه طرب، وده اغرب صباع طرب شفته في حياتي، وبيبقى فيه كفته وكباب وريش ب 434 جنيه. انا عايزه اقول لكم كيلو الطرب عنده ب 1100 جنيه، تمام؟ فتخيلوا الاسعار. النيفه بقى، ده طلب نيفه ربع كيلو تقريبا ب 300 جنيه. اوكي، اول حاجه عايزه ادوقها الطرب ده لانه شكله غريب جدا. هدوقه الساده الاول بسم الله. لا حكايه. انا متهيالي ان هم مبططين صباع الطرب كده عشان يسووا الكفته كويس، هم حاطين كميه دهنه برضو كبيره. تعالوا ندوق الكفته بقى بتاعتهم. الصباع بس رفيع شويه. بصوا الكفته طعمها حلو بس هي مش مبهره قوي، يعني الصباع رفيع، هو جوسي وبيقطم، بس تحس برضو فيه نسبة دهون عالية. طعمه طعم ضاني قوي، ممكن مش كل الناس تحب كده، خصوصا ان هو ما سألنيش انت عايزاه ضاني ولا عادي. تعالوا ندوق الكباب. كباب طري وتتبيلته كويسة. ريشة واحدة في الطلب ده، وصباع طرب واحد. هما 3 صوابع كفتة و4 حتت كباب، 1 طرب و1 ريشة. مشاوي كويسه عموما وطريه،
اكتر حاجه عجبتني فيها هي الطرب لان هو مختلف، لكن الباقي حلو بس مش مبهر. المشويات بيجي معاها طبق مخلل والعيش، لكن الطحينه دي انا جايباها على حسابي، علبه الطحينه دي ب35 جنيه. العيش شكله حلو قوي ومميز، تحس انه خليط ما بين العيش الشامي والعيش البلدي كده، اكيد مخبوز عندهم. تعالوا بقى ندوق النيفه ام 300 جنيه دي، حاجه بتبظ وبتلظ كده اهي. بسم الله. ندوق اغلى طبق طحينه في العالم. لا طحينه محترمه. ندوق المخلل، محترم برضو قوي. النيفه حلوه وطريه، فيها طعم الضاني بس ما فيهاش زفاره. المشويات حلوه تليق بالمطعم، لكن ما ابهرتنيش، في احلى منها. تعالوا نشوف اللي بعده. نيجي للجوله اللي قبل الاخيره وهو طاجنين. طلبت طاجن شجره الدر 350 جنيه. شوف بقى يعني السيجنتشر بتاع المطعم. وطاجن رز معمر ساده ب 110. طاجن شجره الدر بيكون معاه رز بالشعريه، ده غالبا تمام. في باللحمه وفي بالفراخ. شجره الدر خليه زي ما هو كده والنبي ما انت طالع. طيب تعالوا نبدا بالرز المعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز المعمر بقى من الحاجات اللي بحب اطلبها لما اكون في مطعم، بس لازم يكون كريمي ومش معجن. هو هنا كريمي بس معجن سيكا. هو طعمه حلو، طعمه حلو، بس لو سنة قشطة كمان، لو سنة كريمة كمان هيبقى اروع. طاجن شجرة الدر ده بقى يا جماعة عبارة عن نخاع ومخاصي ولحمة وكوارع، واو، كله متقطع قطع صغيرة. حلوة فكرة انك تقطع كل حاجة قطع صغيرة عشان اللي قاعد بياكل يعرف يغمس او يعرف يحط على الرز. طيب تعالوا هما مقدمينه مع رز، فاحنا هنحاول ناكله مع الرز. طبعا هو بصل وفلفل وطماطم. بسم الله. ممتاز. طاجن فيه طعم البصل، طعم الفلفل، طعم الطماطم، طعم الثوم شويه. الحاجه مع انها تبدو انها تعمل ريحه زفاره، لكن هي نظيفه جدا ما فيهاش ريحه زفاره خالص. يعني انك تحط اصلا كوارع مع الحاجات ديت ده حوار اصلا لوحده. عجبني قوي فكره ان كل حاجه مقطعه صغير ومفتفته. بس ب 350 جنيه حاطط لك البهاريز. يعني اخر صنفين هيكونوا جلاش باللحمه المفرومه 4 قطع ب 105. وحبيت اجرب الرز بالكبد والكلاوي لان يعني حاجه مصريه اصيله كده ب 105 برضو الطبق ده. هما بعتني تقريبا كده كادو مع الاوردر، اقسم بالله لا يعرفوني ولا اعرفهم. ومعاه ليمون وحركات، احنا برضو مش اي زباين يعني. طيب هي شوربه ومعاها الليمون بتاعها. تعالوا ندوق الشوربه دي. شوربه ايه؟ لسان عصفور. شوربه اللسان عصفور دي بتيجي مع حاجه، ده مش كادو. شفتوا ظلمتهم ازاي؟ ده مش كادو، دي بتيجي مع الطاجن تقريبا شجره الدر او المشاوي، مش عارفه اني فيهم. تعالوا ندوق. بسم الله. ظهر فيها طعم الحبهان قوي، حاطين عليها جزر مقطع كده. الليمون حاطين لك ليمون الكبير الاداليا ده. كويسه بس مليانه حبهان. تعالوا ندوق بقى الرز بالكبده والكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هو مش الطعم اللي احنا متعودين عليه في الرز بالكبد والكلاوي خالص، في طعم مخليه قلب على رز صياديه او رز سمك. هي الكبده الحلو اللي فيها ان هي فيها طعم الفحم، يعني معموله
متدخنه بالفحم، لكن الرز نفسه معمول كده بالايه، بالفلفل والبصل والثوم والطماطم. تقريبا حاطين فيه كمون كتير، فالكمون ده هو اللي مخلي ان انا حاسه ان هو ايه، زي رز الصياديه كده. هي دي اذواق، بس انا بحب الرز بالكبد والكلاوي الكلاسيك. تعالوا نشوف اخر صنف وهو الجلاش باللحمه المفرومه. اول حاجه كده اللحمه المفرومه قليله قوي فيه، معلش احنا بنقول الحق، مش الناس، انا بحب الناس اللي هي تدي الحق قوي للمطعم بتاعها، عشان لما انا اقول يا جماعه دي فيها كذا هم حابين يطوروا صح، فهيطوروا فهيبقوا احسن. بسم الله. هو في جبنه، هو حلو بس كتروا اللحمه المفرومه شويه. بس كده دي كانت كل حاجه عن شجره الدر النهارده. هم صحيح ليه سموه شجره الدر؟ وايه المشكله تبقى شجره الدره؟ ايه القلش ده؟ لو انتوا تعرفوا ليه هو اسمه شجره الدر قولوا لي في التعليقات. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.